فليكن غدا 8/12/2017 يوم غضب وبداية تحرك واسع لانتفاضة أسميها انتفاضة حرية القدس والضفة. كما حررنا غزة لقادرون وقادر هذا الشعب العظيم بعد التوكل على الله وبإسناد أمته أن يحرر القدس وأن يحرر الضفة بهذا النضال الشعبي وهذا الفعل الشعبي. فلتخرج جماهير شعبنا، ولتخرج جماهير أمتنا، ولتخرج وكل أحرار العالم غدا الجمعة ليكون يوم غضب ويوم تجديد العهد مع القدس ومع الأقصى، ويوم تأكيد أن القدس لنا والأرض لنا والكل لنا، والله بقوته معنا. وكما كانت 8/12/87 بداية انتفاضة الحجر، ليكن 8/12 غدا أيضا بداية انتفاضة لشعبنا الفلسطيني في وجه هذا الاحتلال. إننا واثقون من النصر، وواثقون من العودة، وواثقون من تحرير قدسنا وأرضنا. لسنا في مأزق، ربما المأزق في نفق التسوية، ربما المأزق لمن راهن على الاحتلال وراهن على الإدارة الأمريكية، ولكن في المحصلة الأخيرة نحن كلنا شعب في سفينة واحدة، وآن الأوان إلى أن نكون في هذه السفينة أقوياء، يمسك بعضنا بعضا، يشد بعضنا أزر بعض، لنتوحد، لنتكاتف. لا وقت للنزاع،